السلام عليكم. اليوم يا أمارات راح نعمل معكم كيكة الطاسة، سهلة وبسيطة ومقادير في كل بيت، وهنعملها على عين البوتاجاز زي ما انتم ما شايفين كده. ما شاء الله تبارك الله، هشة جدا، طعمها خطير. عايزاكم اللي أول مرة يشوفني يعمل لي متابعة، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتصلوا على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، خطيرة زي ما انتم ما شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، هشة وطرية، جاتو جاتو مش كيكة. تمام بالشكل ده. طبعا لازم نعملها بالخلة دي كده علشان الشوكولاتة تنزل في الكيكة كلها بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين. هيكون معانا نص كوباية حليب عشان تبقى طرية كده معانا. دي اختياري، عايزة تضيفيها ضيفيها، والشوكولاتة دي برضو اختياري، بس بتخلي طعمها في حتة تانية خالص زي ما انتم ما شايفين. وبكده بقت احلى واجمل كيكة جاهزة معانا. تعالوا نشوف عملنا الكيكة الجميلة السهلة البسيطة في اقل من ربع ساعة ازاي. نزلنا ب3 حبات من البيض يا امارات، ما شاء الله، وكوباية من السكر، ونص كوباية من الزيت، معانا نقطتين من الفانيليا. طبعا هندمجهم كويس جدا لحد ما نحس ان المكونات امتزجت مع بعضها ولونه افتح بالشكل ده. هننزل بكوباية من الحليب، هنقلبهم كويس جدا. بعد كده هننزل بكوباية من الدقيق. هتحتاج معانا دقيق تاني، هنضيف نص كوباية، يبقى كده كوباية حليب ونص كوباية زيت وكوباية ونص من الدقيق، ومعلقة كبيرة من الباكنج باودر او كيك شيف. هنقلبهم كويس جدا، وبعد كده هننزل بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني. هندمج المكونات دي كلها في بعضها بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين. وطبعا هنمسح الحروف بمناديل عشان ما تبقاش محروقة معانا، وعلى نار هادية كده، وهنغطيها بحاجة، وفي ربع ساعة تكون احلى.